هل حصل معاك قبل كده إنك تحس إنك بقيت كويس أخيراً؟ تحس إن الدنيا بقت أخف وإن الحياة بقت ممكنة؟ تحس إنك فعلاً بدأت تتعافى وتتقدم، وفجأة من غير أي مقدمات تقع. كنت تمام من 10 دقايق ودلوقتي بالعافية ماسك دموعك ومش فاهم ليه. تقول للي حواليك إنك بخير، لكن أول ما الباب يقفل صدرك يهبط وكل اللي كنت كاتمه يطلع مرة واحدة. تفضل متماسك طول اليوم، وأول ما تبقى لوحدك كل حاجة تنهار في نفس اللحظة. وفجأة ترجع للسرير وتسأل نفسك: أنا ليه بتفكك تاني؟ ما أنا كنت فاكر إني بقيت أحسن. وفي اللحظة دي فكرة هادية تدخل دماغك: هو فيا حاجة غلط؟ لو ده اللي بتمر بيه خليني أقولك حاجة مهمة. أنت مش بترجع لورا، أنت مش بتخسر اللي وصلت له، أنت مش بتبدأ من الصفر. بتبدأ تشك في كل حاجة وتسأل نفسك: هل التحسن اللي حسيته كان حقيقي أصلاً؟ وده الجزء من التعافي اللي محدش بيتكلم عنه، اللحظة اللي بتحس فيها إنك أسوأ قبل ما تتحسن فعلاً. علماء النفس بيسموا ده دورة الانتكاسة، ولما تفهمها الأيام اللي تحس فيها إنك بتنهار هتبقى أقل فشل وأكتر دليل إنك بتتعافى. وخليك معايا للآخر، لأن أغلب الناس بيفهموا الدورة دي غلط وبيستسلموا قبل أكبر اختراق أو تغيير في حياتهم. في نهاية الفيديو ده هتفهم ليه اللحظات دي بتحصل، بتعلن إيه، وإزاي تبطل تخاف منها. خرافة التعافي السلس. معظمنا متخيل إن التعافي خط مستقيم، تتعب تتحسن خلاص. لكن الحقيقة إن التعافي شكله أقرب لخربشة متلخبطة، بس مع الوقت بتطلع لفوق. وده لأن المخ بيتعافى على طبقات: عقلياً، عاطفياً، جسدياً، ولا واعياً. فلما محفز قديم يظهر فجأة، ده مش معناه إنك مكسور، ده معناه إنك وصلت لطبقة أعمق كانت مستنية تطلع. كل طبقة توصلها هي تقدم، حتى لو إحساسك بيقول العكس. ليه بتنهار بعد ما تحس إنك كويس؟ الحاجة المفاجأة هنا إنك غالباً بتنهار بعد ما تبدأ تحس إنك أحسن، مش لأنك عملت حاجة غلط، لكن لأن مخك أخيراً حس بالأمان وسمح لنفسه يطلع اللي كان كاتمه. وقت الضغط الجهاز العصبي بيكتم المشاعر عشان تعرف تكمل، لكن أول ما الدنيا تهدى والمخ يحس إنه مش مضطر يحميك، المشاعر دي تطلع. الحزن اللي يجي فجأة، التقل اللي تحسه من غير سبب، الرغبة في البكاء فجأة، ده مش عشوائي، ده تفريغ. جسمك بيقولك بهدوء: دلوقتي آمن تحس بده. الانهيار بعد الهدوء مش تراجع، ده تفكيك ضغط. واحد من أوضح العلامات إن جسمك بيطلع من وضع النجاة. المخ بيحب المألوف حتى لو مؤلم، والمفاجأة إن المخ بيميل للي مألوف مش للي صحي. مش بيدور على الأفضل، بيدور على اللي يعرفه. لو كبرت وسط قلق، فوضى، انتقاد أو عدم استقرار، المخ اتعلم إن ده الطبيعي، مش المريح ولا اللطيف، بس المألوف. وده سبب إنك وإنت بتتعافى ترجع أحياناً لمشاعر قديمة: قلق، إرضاء الناس، انغلاق، تفكير زائد. مخك مش بيحاول يدمرك، هو بس بيختبر: هل لسه محتاجين الأسلوب ده؟ هل ده لسه اللي بيخلينا نحس بالأمان؟ حتى لو العادات دي كانت بتوجعك، المخ متمسك بيها لأنها زمان كانت بتحميك. التحول اللي ممكن ما تاخدش بالك منه: كل مرة تقف بدل ما تندفع، تطبطب على نفسك بدل ما تهاجمها، تختار الراحة بدل الذنب، انت بتعلم مخك نمط جديد. شوية شوية اللي كان غريب يبقى طبيعي، والأنماط اللي كانت مسيطرة عليك تبدأ تفقد قوتها. ومع الوقت كده التعافي بيحصل فعلا. الانكسار قبل الاختراق. في لحظة في التعافي أغلب الناس بيفهموها غلط، لما الدنيا فجأة تصعب بعد ما كنت فاكر إنها بقت أسهل. تقول: ليه ده رجع؟ ليه بعيط تاني؟ ما أنا كنت فاكر إني عديت المرحلة دي. الغريب إنك غالباً بتحس بالتقل الأكبر قبل ما يحصل تغيير حقيقي جواك. مخك بيطلع المشاعر القديمة لأنه أخيراً شايفك قوي كفاية تتعامل معاها. علماء النفس بيسموا ده الشرخ قبل الإصلاح، أو الهبوط العاطفي قبل ما يتكون نمط صحي جديد. النمو غالباً بيبدأ بعدم راحة، زي آلام النمو.
كتير ناس بيمشوا في اللحظة دي من غير ما يعرفوا إنهم كانوا قريبين جدا من التحول. لو أنت في المرحلة دي ممكن تكون أقرب للاختراق مما تتخيل. الانتكاسات علامات تقدم. كان في وقت الدوامة ما كانتش باينة لأنها كانت حياتك الطبيعية. دلوقتي أنت بتلاحظها، بتحسها بسرعة، والوعي ده معناه إنك كبرت. التقدم أحياناً شكله رجعت أسرع، ما علقتش فترة طويلة، ما جلدتش نفسي المرة دي، كان يوم وحش بس ما استسلمتش. الانتكاسة مش بتمسح تقدمك، أحياناً هي اللي بتوريك قد إيه أنت اتغيرت. رد فعلك دلوقتي مش زي رد فعلك من سنين، والفرق ده هو النمو. أحياناً أوضح دليل إنك بتتعافى إن نفس العاصفة ما بقتش تدمرك زي زمان. تعمل إيه لما تقع؟ مش مطلوب منك تصلح السقوط، بس تفضل جنب نفسك. وقف لحظة، سمي اللي حاصل. قول مثلا أنا مرهق، جسمي بيفرغ حاجة. قلل توقعاتك لليوم، اتحرك على مهلك، كن أحن، اعمل أقل. الجهاز العصبي بيهدى أسرع لما ما يحسش إنك بتحاربه. لما تبطل تفزع من الهبوط نفسه يفقد سيطرته. الأيام الصعبة مش معناها إنك بدأت من الجديد. التعافي بيلف، بس كل لفة بترجعك أقوى. لو رجعت من يوم وحش أسرع شوية أو عملت نفسك بلطف أكتر، ده تقدم. أنت ما خسرتش اللي وصلت له، أنت كسبت وعي، والوعي ده حاجة نسختك القديمة ما كانتش عندها. أنت مش نفس الشخص اللي وقع آخر مرة، وعشان كده هتقوم بشكل مختلف. شكراً للمشاهدة، وافتكر دايماً إن حتى الخطوات الصغيرة ليها قيمة. أنت بتتحرك للأمام حتى لو مش حاسس بده دلوقتي.